الحلقة الثالثة من مسلسل الكابتن ماجد. يستمر الفريق في التدريب المكثف استعدادا للمباراة المقبلة ضد فريق النجوم. يواجه الكابتن ماجد تحديا جديدا، حيث يلاحظ أن مستوى الفريق الخصم قوي جدا، وقد يتطلب جهدا إضافيا لتحقيق النصر. يتلقى ماجد الدعم من زملائه في الفريق، وخاصة صديقه المقرب عمر، الذي يشجعه دائما ويؤكد له أنهم قادرون على تحقيق الفوز بالإصرار والعمل الجماعي. أثناء التدريب يقرر المدرب أن يغير الاستراتيجية ويطلب من اللاعبين التركيز أكثر على التفاهم بينهم. وبينما كان التدريب على أشده، لاحظ ماجد أن هناك لاعبا جديدا ينضم إلى فريق النجوم يدعى عاصم، والذي يتمتع بمهارات استثنائية في اللعب. يبدو أن عاصم يمثل خطرا على خطط الفريق للفوز، ويحتاج الكابتن ماجد إلى وضع خطة